طالب نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة الحالية بتقديم استقالتها، نزولاً عند رغبة مختلف مكونات الشعب المغربي، معتبراً أنها حكومة فاشلة فقدت ثقة المواطنين. وجاء ذلك خلال كلمة له بالجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية السبت 4 أكتوبر 2025، والتي أتت تحت شعار ساعة البديل الديمقراطي التقدمي. وأوضح بن عبد الله معلقا على احتجاجات شباب جيل زد أن الحكومة لم تصغي لمطالب المغاربة، ورفعت شعارات فارغة سرعان ما تبين أنها بلا مضمون، مشددا على أن موجة الغضب الشعبي الحالية ليست سوى نتيجة طبيعية لسياسات لم تستجب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية.